السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم حأعمل حلا لبعد التراويح، حلا بارد لذيذ بطبقات فيه له كل الأشياء اللذيذة، إن شاء الله حيعجبكم. فنقول بسم الله. أول حاجة غمست حبات الأوريو بالحليب وحأرصها كطبقة أولى، مو شرط أوريو، أي بسكوت بالشوكولاتة غمسوها وحطوها كطبقة أولى. أهم شي الصينية كده كلها يكون فيها بسكوت، ما تخلوا فيه فراغات. الطبقة الثانية في الخلاط ححط 9 مكعبات جبنة كريمي وربع كوب حليب مكثف ومحلى وعلبة قشطة. المكونات كتبتها ترى تحت في صندوق الوصف، وظرف دريموي وظرف كريم كراميل وملعقة صغيرة فانيلا. حأخلطهم مرة مظبوط. انتوا عارفين الجبنة مكعبات خاصة لو كانت باردة ما تتخلط مظبوط كده، يصير فيها نقط نقط في الخليط. فانتوا اخلطوها لين ما توصلوا لهذا القوام تقيل وسلس وناعم. المهم بعدين حصبها كطبقة تانية. أيوة، على فكرة الصينية تكون بالحجم الوسط. أنا ما سويت صينيتين صغار، فعشان كده انتوا شايفين الصينية صغيرة، ترى في صينية على جنب جالسة أسوي فيها الطبقات. فالمهم انتوا استخدموا الصينية الوسط. بعد ما فردتها كطبقة تانية حاستخدم للطبقة الثالثة بسكوت شاي، حغمسه في نفس الحليب اللي غمست فيه الأوريو، وحأرصه كطبقة ثالثة. برضو نفس الموضوع، السطح كله يكون فيه بسكوت شاي، ما أبغى أي فراغات. نيجي على الطبقة الأخيرة، علبة قشطة وملعقتين كبار نوتيلا أو أي شوكولاتة سبريد عندكم، وحأخلطهم ويصير كده لون واحد. بعدين أصبهم كطبقة ثالثة. الحلم مرة سهل مرة سهل، بس إنه تخلوه يبرد من 3 ل5 ساعات في الثلاجة زي أنا سويته في نهار رمضان، وعلى التراويح كان بارد وشكله حلو ومتماسك. وبس وعلى الثلاجة. المهم هذا دحين بعد التراويح خلاص غربت الشمس، فعينكم على الطبقات بدل ما يكون عينكم على الإضاءة. فمعليش الإضاءة، بس انتي شوفوا كيف الطبقات، المنظر ما شاء الله. حقيقي حقيقي طلع لذيذ مرة لذيذ، بس يبغى له قهوة عربي على جنب. وحق أبو قطعة واحدة، يعني كفاية علينا قطعة واحدة. وبس هذا هو الفيديو حقي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكوا لي هو. وبس.